هنعمل بقى النهارده طاجن العيله، طاجن العزومات، طاجن الزنقه. اول ما نتزنق اول حاجه نفكر فيها ان احنا نعمل الطاجن ده. بس النهارده هنعمله بطريقه حلوه وسهله، مش هياخد مننا وقت كتير، وتتبيله تحفه. طاجن فراخ بالبطاطس في الفرن بطريقه حلوه قوي وسهله جدا. الفراخ تحفه نضيفه طريه من جوه جوسي، مفيش احلى من كده. بطاطس مستويه والخضار مستوي وكله متطعم من بعضه. هناكله بقى مع شويه رز بالشعريه، مع رز ابيض، مكرونه، اللي احنا عاوزينه. تعالوا معايا نشوف الطريقه. اول حاجه معانا طماطم وبصل متقطعين مربعات، هنقطعهم مربعات عشان هنحطهم في الخلاط. معانا كمان علبه زبادي. معانا بقى البهارات: ملح، حبهان، زعتر، 7 بهارات، بابريكا، بصل بودر، توم بودر، كزبره وفلفل اسود، رشه قرفه ورشه جنزبيل. هنضرب بقى كل الكلام ده في الخلاط، الطماطم مع البصل مع الزبادي مع البهارات كلها في الخلاط لحد ما نوصل للقوام. هو كده احنا مش هنزود ميه ولا نزود اي حاجه، هو قوامه هيبقى تقيل حبه كده عشان يمسك في الفراخ. تمام، هنزود بقى عليهم معلقه توم كبيره وعصره ليمونه معاهم برضو في الخلاط. الفراخ عندي انا ما بحبش اشيل الجلد، بنقعها في محلول ملح عباره عن بصل، حبهان، ملح وفلفل، ورق لورا المتاح عندك. معانا بقى الخضار اللي هنرصه من تحت: طماطم، بطاطس، بصل وفلفل مقطعينهم حلقات دواير بس تكون عريضه شويه. نيجي بقى لترتيب الطاسه بتاعتنا. اول حاجه هنحط شويه من التتبيله اللي احنا عملناها في الخلاط ونفرشها بمعلقه، نخلي الطاجن كله من تحت عباره عن التتبيله دي. نعملها في صينيه عادي، في طاجن فخار عادي، اللي انتوا عايزينه. بعد كده بقى نرص الخضار بتاعنا: بطاطس وطماطم وفلفل وبصل جنب بعض وفوق بعض وكله. لما نيجي ننقع الفراخ، يا ريت لو ننقعها في المحلول الملحي تبقى يعني قبلها على الاقل بساعتين، او مثلا قبلها بليله، عشان تبقى نضيفه قوي من جوه مفيهاش اي زفاره خالص وتساعدنا قوي في السوا. هنرص بقى الخضار بتاعنا براحتنا. حاولوا ما تخلوش البطاطس من تحت اول حاجه. هو في ناس كتير بتحط اول حاجه، بس احنا لما جربته وحطيته اول حاجه من تحت كانت البطاطس بتبقى ناشفه معايا مجلده كده، فانا ما بقيتش بخليها دايما من تحت. خلوا اي حاجه من تحت وهي في النص مثلا من فوق كده. هنرص بقى الحاجه بتاعتنا كويس. كميه الخضار ونوعها دي حاجه براحتكم، ممكن مثلا ما تحطوش طماطم، ما تحطوش فلفل، اللي انتوا عايزينه. انا بحب دايما ازود الخضار في الطواجن والحاجات دي، لان احنا خضار كده صحيح ما بنحبش ناكله، فبحاول دايما احطه في الطواجن، احطه في الاكل وكده. تمام كده خلصنا الخضار. هنيجي بقى للفراخ. كل ربع فرخه ممكن تقسموها 8 تقسموها 4 براحتكم، حتى لو عايزين تعملوها 2 سيبوها، بس نفتح كل ربع بالسكينه كده نديله شرطتين زي ما انتوا شايفين كده، عشان خاطر التتبيله تخش لجوه وتستوي كويس. والاجنحه والرقبه والحاجات دي احنا بنتخانق عليها هنا، انتوا لو مش عاوزينها او حاجه او تخلوها في مره تاني براحتكم. هنرص الفرخه بتاعتنا كويس، وطبعا دي اتشطفت من المحلول الملحي، يعني هي كده طالعه من الميه عادي مش ميه بمحلول ملح. هنيجي بقى للتتبيله، نرشها كده فوق الفراخ وندخلها في الفتحات اللي احنا فتحناها، وننزلها على الطاسه من تحت على الخضار وكله. هنحط التتبيله كلها. بصوا بحاول ان انا اوسع عشان انزل التتبيله للخضار اللي تحت برضو، عشان كله يتشرب من نفس الطعم. عايزه اقول لكم بجد التتبيله دي خطيره، لو جربتوها عمركم ما هتعملوا طاجن بطاطس غير بيها، بجد تحفه جدا. كده تمام، الصينيه بقت جاهزه معانا او الطاجن يعني. هندخلها فرن، طبعا مسخناها من اول ما بدات ارص الحاجه، وادخلها الفرن على درجه حراره من 160 ل 180 على حسب سخونيه الفرن بتاعتها. تاخد معانا مثلا من ساعه ونص لساعتين الا، تخرج معانا بالشكل الرائع ده. طعمها تحفه، نضيفه جدا من جوه، مفيش اي زفاره ولا اي دم ولا اي حاجه خالص من جوه. بصوا حلوه ازاي، تحفه جدا. نقدمها برضو زي ما قلنا مع رز بشعريه او رز ابيض او مكرونه، مش هلا تاكلوها كده، هي تحفه اصلا مش محتاجه اي حاجه جنبها، وطعمها خطير، والبطاطس كلها مستويه والخضار كله مستوي. الطاجن كله شرب من التتبيله وكله واخد من طعمه بعده، فمدي طعم تحفه جدا، بجد طعمه حلو قوي. وعايزه اقول لكم ان انا لازم كل اسبوع اعمل الطاجن ده، بجد يا ريت تجربوه وتقولوا رايكم في الكومنتات، والف انا شايفه مقدما.